استراتيجية في البيع لو مش بتستخدمها كفريلانسر فانت فايتك كتير. الماركتينج فانل او قمع التسويق هو انك تعدي العميل بمراحل معينة علشان يشتري منتجك او خدمتك. واول مرحلة هي الوعي، يعني اني اوصل للعميل ويعرف ان في مصمم اسمه احمد بيشتغل في الجرافيك ديزاين. تاني مرحلة هي الاهتمام، يعني يعجبه شغلك او محتواك ويقرر مثلا يتابعك او يضيف رقمك. ثالث مرحلة وهي التفكير، وهنا العميل ممكن يدخل معاك استشارة او يسألك عن اسعارك او الخدمات اللي بتقدمها او يدخل يتفرج على معرض عمل. وبعد كده عندنا الشراء، وهنا العميل بيكون استوى على رأي بتوع المبيعات وبقى حاسس ان الخدمة اللي بيدور عليها موجودة عندك. وهنا دورنا ان احنا نقدم عرض معين او خدمة معينة تدفعه ان هو ياخد قرار الشراء. واخيرا الاحتفاظ، يعني ما يبقاش العميل ماشي معاك المشوار ده كله وفي الاخر ترد عليه متاخر او تعمله تصميم اي كلام، بل انك لو نجحت في الحفاظ عليه مش هيبقى مصدر دخل ثابت ليك بس، بل ممكن يرشحك لحد تاني وده هيجيلك اصلا جاهز.